اهلا وسهلا مرحبتين فيكم في قناة الليج السعودي. في هذا الفيديو البسيط راح اتكلم عن رياض محرز، خليك معاي للاخير. بعد 4 عروض من مانشستر سيتي إلى ليستر سيتي، انتقل النجم المبدع المهاري رياض محرز إلى مانشستر سيتي في صفقة وقتها اعتبرت الأغلى في تاريخ النادي. ما يعرف شيء عن رياض محرز وين كان قبل ما ينتقل للدوري الإنجليزي. كان يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي في فريق اسمه لي هافرز. انتقل في عام 2014 من لي هافرز الفرنسي إلى ليستر سيتي بمبلغ زهيد جدا، حوالي 2 مليون ريال سعودي، مقارنة بمن هو رياض محرز الآن. في عام 2015-2016 قاد النجم الجزائري ليستر سيتي لتحقيق معجزة في الدوري الإنجليزي والفوز بالدوري، تسجيله 17 هدف وصناعة 11 هدف. تحقيق ليستر سيتي للدوري الإنجليزي بمساعدة محرز كان معجزة بالنسبة للمحللين الرياضيين. وقتها فاز محرز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، وكان أول لاعب إفريقي يحصل على هذه الجائزة. طبعا رياض محرز اشتهر في الدوري الإنجليزي تقريبا بثلاثة أشياء جميلة وخطيرة جدا. ترويضه للكرة، يعني تجي كرة طايرة يروضها من أول لمسة وياكل له كذا مدافع معاها. يا سلام يا محرز يا سلام. ثاني شيء اشتهر فيه رياض محرز مراوغاته. محرز لاعب مهاري ممتع جدا، وهذا الشيء الثاني تقريبا اللي شهره في الدوري الإنجليزي في العالم ككل. انا بالنسبه لي حقيقه كنت اتابع ليستر عشان رياض محرز، وكنت اتابع مانشستر سيتي عشان رياض محرز، وما كنت ابي الكره تروح منه، تجلس في رجله الساحر. احنا موعودين في دوري روشن السعودي عند انطلاقته بمتعه كرويه جدا جميله، يعني بس ناظر محرز وصفي واضحك على المدافعين اللي راح ياكلهم. والله معليش. ثالث شيء اشتهر فيه رياض محرز بالاضافه الى انه مروض للكره ومراوغ جيد، تسديداته من خارج منطقه الجزاء برجله اليسرى. اهداف عالميه ما سجلها الا لاعب مهاري وعلى مستوى عالي مثل رياض محرز. تواجد محرز في الدوري السعودي راح يعطينا متعه واستمتاع من الاخر. كنت من جمهور الاهلي او من محبين اللاعبين الممتعين المهاريين زي محرز، شاركني تعليقاتك. واذا عجبك الفيديو اعطيني لايك واشترك في القناه عشان ما يفوتك شيء، لاني راح اقوم بتنزيل فيديوهات زي كذا حتى انطلاقه الدوري السعودي، ومن ثم اتكلم عن الجولات والمباريات تحليلها. اشوفكم على خير.